هذه المره من باب فريق المولوديه. احنا نعرفوا القاعده الجماهيريه تاع فريق مولوديه وهران والضغط الجماهيري الكبير، وخاصه لما نتكلم عن مولوديه وهران هي من العاده يقول لك الجمعيه هي المدرسه والمولوديه هي الجامعه. يعني المدرسه تكون جمعيه والجامعه باش تدي الالقاب وكاع مولوديه وهران. اولا كيفاش الالتحاق بفريق مولوديه وهران؟ انا نعرف هي اختاريت مولوديه وهران، كانوا عندي اتصالات مع السي طاهر الشريفوزاني اللي كان يتصل بيا كثير، خاطر مره على مره يتصل بيا قال لي راني انتيريسي بك باش تجي تلعب عندي هنا في الفريق تاع مولوديه وهران. وانا رحبت بالفكره. انا فريق تاع مولوديه وهران فريق القلب، اللي كنت صغير كنت ناصره، كنت ندخل الملعب سيبورتي. الحمد لله يا ربي. انا ما خممش زعما بزاف. انا ما كانوش عندي كواعطي، كانوا عاد مازال ما ديتهم للسيريال، ما كانوا عندي عروض. هو على بالها بلي كانوا عندي عروض، بس عطيته كلمه قلت له ان شاء الله غير نتليبيها من السيريال راني نجي ان شاء الله ونسني مع الفريق. كما كان الحال تليبيريت ماغري تفاوت مع انديه من حقي زعما اي جواري يتفاوت. الحمد لله يا ربي. ما كتبش مكتوب فرق اخرى، كتب لي مكتوب في المولوديه والحمد لله راني. كان عندك مشاكل كبيره مع المدرب السابق الفرنسي التقني الفرنسي برنار كازوني، لحد الان تبقى علامه استفهام. لماذا بوعلة مصمودي اللي كان ربما لاعب بارز في فريق مولودية وهران وكان قطعه اساسيه ورقه ثابته ولاعب اساسي، بين ليله وضحاها تحول الى لاعب في دكه البدلاء. ربما عنصر يجهلوا الاسباب اللي خلت برنار كازوني يستغنى على الخدمات تاعك، او نقولوا بطريقه واحده اخرى يخليك تخرج من الشوا التكنيك تاعه. نظن باللي لا فيرسيون الحقيقيه راها عند بوعلة مصمودي باش ما نتنقلوهاش عن اشخاص اخرين. الاسباب اللي خلت برنار كازوني يخليك في دكه البدلاء، واللي اثرت الكثير من الحبر، خلت الناس يأولوا يقول لك باللي بوعلة مصمودي في بعض الاحيان يتسبب في المشاكل، ماشي سيري في زونترينمون. كثير من الاشياء خرجت ونحن بغينا نعرفوا الحقيقه من عند بوعلة. ربما المشكل اللي كان عندك مع برنار كازوني انذاك. والله انا برنار كازوني ما كان عندي معه حتى بروبليم، كنت نورمال. ديجا هو النهار في الديبي كي جا سنيه في المولوديه، انا الجوار الاول اللي هضر معايا قال لي مانيش باغيك تروح، راني باغي تقعد في الفريق، قال لي نحتاجك في الفريق. وقعدت في الفريق وقعدت نخدم معاه، درنا بريباراسيون كاع البريباراسيون دايرني مع ليكيب تيب نخدم زعما. ثاني كنت حاط كاع شي عندي باش نكون مع ليكيب تيب. الحمد لله يا ربي كان دايرني كاع مع ليكيب تيب كاع بريباراسيون. كي بقات يومين على المقابله كنا باغيين نديرو اونترينمون تالي ونروح نتنقلوا للعاصمه باش نلعبوا مع ملاحه. جيت انا نورمال لونترينمون، جيت في الوقت، ما جيتش روطار ولا جيت انا الاول، جيت نورمال في الوقت. كنا باين نديرو بي سي ار، كانوا عاد مازال ما جاو تاع بي سي ار، كانوا اللاعبين كانوا في غرف تغيير الملابس. جيت دخلت انا نورمال، درت بعد جاو تاع بي سي ار، درت بي سي ار تاعي ودخلت انا الملعب انا الاول، انا والزميل تاعي راه في الحياه راه القرا. دخلنا الملعب وقعدنا نستنوا. بعد كملت لونترينمون تاعي نورمال، بعد لقيت روحي خارج قائمه 18 من رغم انك كنت لاعب اساسي في كل المباريات اللي سبقت. مباريات الوديه كومبلي. كنت ديجا في المقابله تاع حسين دي كنت باغي نلعب تيتيلر. بعد لقيت روحي خارج القائمه. مين بغيت نعرف قالوا جيت روطار. انا ما قالهاليش المدرب كازوني، انا سمعتها هذه في لابريس قال لك مسمودي جا روطار. وانا مع المنبر نقول لهم انا ما جيت حتى روطار، جيت في الوقت ومانيش عارف انا واش صرا كاع في الكواليس. مانيش عارف الناس. انا كنت نسمع بعض المناجير هو سبابي، هو اللي حرض عليا المدرب. انا كما نقول لك انا كاع اللي يتسبب في خبزه واحد يا ربي يبكي له. الخدمه تاعك بوعلام نفهم باللي نوعا ما كاين حرب المناجره في الكواليس، كاين حرب غير معلنه ولا بما نسموه بالضرب تحت الاحزمه. الناس ربما بعض المناجر عندهم لاعبين يحوسوا يلعبوهم، يحوسوا يبرزوهم، وبالتالي يلجؤوا الى تحطيم لاعبين اخرين. تعترف باللي كاين في الكواليس حرب مناجره؟ كاين هذه ظاهره كبيره هذه. شوف المناجر يجيب الجوار تاعه يسني له، من بعد يفرض، من بعد يقعد يدير البوسيب تاعه باش يلعبه، ويجيب لي جوار، تجيب جوار معليش
يمد اضافه للفريق. الامكانيات تاعي اللي تشهد عليها من امكانيات، الفروض. لا عنده امكانيات، انا نلقى جوار خير مني ويلعب في المكانه تاعي ويلعب خير مني، وما نروحش ندير المشاكل باش انا نولي نلعب. انا نخدم في التيران ان شاء الله نضمن المكانه تاعي بالخدمه وفي التيران باش نلعب. دركم بعد كي تلعب امام 30,000 40,000 ما غاديش المناجر تاعك اللي يكون يتفرج عليك واحد هذه، يكونوا الالاف يتفرجوا عليك وما يحكموا عليك. تما خويا كرهيك هما اللي يحكموا عليك. انا نتمنى من هاد المناجر يخلوا لي جوار تاعهم يخدموا، يحطوا كاع اللي عندهم باش كما يقول لك باش يزيدوا يبروغريسوا. والله لي كاين بعض تي هضر يقول لك اللاعب محلي يصلح يلعب في المنتخب، وانا نقول لهم عندنا لاعبين هنا في المستوى، حنا لا غالب غير البطوله تاعنا شويه ما بارابول المستوى تاع البطوله التونسيه ولا المغربيه هي شويه ضعيفه. كاين شي عوامل اللي خلاوها وهذا ما يمنعش بلي كاين لاعبين برزوا لاعبين وكيخرجوا الاحتراف يبينوا على الامكانيات الحقيقيه. لا بروف معظم اللاعبين المنتخب كاع كانوا يلعبوا في البطوله، اسلام سليماني، بونجاح، بليلي، عطال، بن سبعيني، كاع كانوا يلعبوا هنا في البطوله. بالرحمه ثاني كان يلعب هنا في البطوله تاعنا. ان شاء الله حنا كما يقول لك اللاعب المحلي اللي ما يكرهش ما يسمعش الهضره تاع اللاعب المحلي مستواه ضعيف ما ينجمش يلعب في المنتخب، يزيد يخدم ويزيد يبرهن ان شاء الله يحقق المبتغى ان شاء الله. انا مع جده، مع البركه مع البركه هذه اللي كما يقول لك هي اللي كبرتني، الله يبارك، هي اللي عطاتني كل شيء الحمد لله يا ربي. بسببها نلعب كره قدم، كون ماشي هي وكوني درت كشحال فوايد اخرى، هي اللي كتدعمني زعما تعطيني زعما دعمني ماديا وكنت عايش عندها زعما الحمد لله يا ربي، ماديا ومعنويا حتى الحنان وعطاتك هذيك الرعايه وهذيك الحمد لله احتضناتك وعندها تعطيك كل شيء. الحمد لله يا ربي. تشوف البركه تاعنا ربي يخليها لي ان شاء الله طول في عمرها. امين. عبد الواحد ولد خالي هذا، وسام ثاني ولد خالي لاعب ثاني في وسط عام ولديات وهران. راه لاعب حديثا راه مع الفريق. راك جونيور، الله يبارك الله يبارك. واش يلعب المنصب؟ يلعب مدافع. الله يبارك. وراه جايبها شويه كيف راك تشوفها عندها؟ لا عندها مشروع لاعب كبير. انا كي ديتها للشيخ بالهدف قلت له هذا اللاعب غادي تستفاد منه مولديه في السنوات في المستقبل القريب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يوفقه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. بوعلام نعاود نصرح لك سؤال، احكي لي على المناسبه اللي جبت فيها هذا البروتاج تيبيا في مقابله مولوديه وهران امام بارادو، وعلاش لما سجلت هدف من الاهداف جبت هذه ربما باش تعبر على شعور كان عندك ولا اعتراف ربما اقل شيء تقدمه ربما اعتراف للحاجه. كما قلت لي هذا اقل شيء نقوم به باش تبين ربما باش نبين باللي الشكر الكبير لجداتي، الحاجه الصغيره نجم نديرها، وهذا بروتيج تيبيا يعني كل ما نلعب كل ما نديره نسجل اهداف. الله يبارك. كل ما نبغي هكا نسجل اهداف نلعب هذا البروتيج والحمد لله كل ما نسجل نجيب ده نهدي البيت هذا لجداتي.